الست دي كانت مش بتقدر تفتكر أو تميز وش أي حد، لحد ما في يوم وصلها نظارة ذكية فيها ذكاء صناعي AI بتقدر تتعرف على الوجوه، ومن اللحظة دي حياتها اتقلبت 180 درجة. اسمها كان سونجو. قبل ما تلبس النظارة دي كانت عايشة في عزلة في الشغل، زمايلها مش بيكلموها كتير وبيبعدوا عنها. في يوم الصبح دخلت الأسانسير وشافت المديرة بتاعتها وقعت على الأرض. المديرة كانت متوقعة إن سونجو تساعدها، لكن سونجو وقفت متجمدة شوية وبعدين مشيت من غير ما تعمل حاجة. المديرة اتنرفزت جدا وافتكرت إن سونجو بتتجاهلها عن قصد، ومن ساعتها زمايلها ابتدوا يتكلموا عنها بالسلب ويقولوا إنها متكبرة وباردة. بس الحقيقة إنها ما كانتش كده خالص، هي كانت فعلا مش بتقدر تشوف وشوش الناس بوضوح. كانت كل الوجوه بالنسبة لها ضبابية، كانت بتحاول تميز الناس من صوتهم أو من الكروت اللي عليها أساميهم. علشان كده ما كنتش بتحضر خروجات الشركة، والكل كان شايفها مش سهلة التعامل. وفي يوم لما لبست النظارة الجديدة لأول مرة سمعت صوت راجل بيتكلم في ودنها. اتخضت جدا، قلعتها بسرعة وابتدت تهمس بدعاء علشان الصوت يختفي. لكن لما لبستها تاني الصوت رجع، وفجأة ظهر قدامها هولوجرام راجل وقالها إن اسمه أونارو وإن النظارة حصل فيها خلل بسيط. سونجو كانت قلقانة ورمت النظارة بعيد. في اللحظة دي أمها كلمتها وسونجو قالت سيبني في حالي يا عم. لكن أونارو رد وقالها بهدوء أنا برنامج ذكاء صناعي وعايز أشرح لك كل حاجة. رجعت لبست النظارة تاني، فهو ابتدى يشرح بهدوء، قالها إنه برنامج ذكاء صناعي هولوجرامي بيكلمها من خلال السماعات اللي في النظارة، وإن مفيش حد غيرها يقدر يسمعه، ونبهها إنها تستخدم الجهاز بهدوء في الأماكن العامة، وإن الشركة هتيجي تاخده بعد كام يوم لأنه نسخة تجريبية.